لسه مستني دوري. ايه يا سعيد مالك؟ امال ارن عليك مش اما تفتح عليا ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ لعبت لعبة على التليفون، كسبت 5000 وبعدين كسبت 10000. بعد كده خسرت فلوسي كلها. بعت الجاموسة ولعبت بتمنها عشان اعوض خسارتي، وخسرت كل حاجة يا علي. يا وجع السوق ده. وبعدين ايه اللي حصل؟ ضاعت فلوسي وخسرت كل حاجة يا علي. يا نهار اسود. طب ابوك هتقول ليه يا سعيد؟ ابويا انا مش عارف. ابويا لو عرف هيشرب من دمي. طب وايه الحل يا سعيد؟ ملهاش حل، ملهاش حل يا علي. يا ريتني ما كنت لعبت، يا ريتني. يا عم عماد. اهلا، اتفضل يا سعيد. بقول لك انا عايز برشامة قمح. برشامة قمح؟ اشمعنى؟ عندي شوية قمح هيسوسوا لو ما حطيت لهمش برشام. وما رحتش ليه جبتها من الجمعية؟ ما انا رحت بس قالوا لي اول الشهر. وماله، حاضر، الليلة دي تكون عندك. طب كام حسابها؟ 100 جنيه. 100 ليه؟ مش كتير، ده في الجمعية ب5 جنيه. خلاص روحت من الجمعية. أما راجل ضلال صحيح. يعني انت عارف البرشامة دي هأذي بيها نفسي. يلا عامة ما عادتش تفرق خلاص. ماشي، اتفضل على 100 جنيه. هستناك بالليل تجيبها لي. وتاخدها ليه بالليل؟ ما تاخدها دلوقتي احسن في حموتها. احسن، خلوها تخف شويه. ازيك يا خالد؟ مالك؟ ايه كنت فين؟ لسه راجع من جنازه سعيد. هما طلعوه يا ابني؟ ايوه يا خالد، لسه دفنين. الله يرحمه. هو فعلا خد برشامة غلة وانتحر؟ ايوه يا خالد للاسف، ودفنوه قبل الليل ما يليل. دي البلد كلها زعلانه عليه. اسمع يا عم، لما العمر يفوت بيا يا ابني وتيجي ساعتي ما تدفنونيش في العشية، سيبونا بيت للصبح وبعدين ادفنوني. بعد الشر عليك يا خالد، ليه ما تقول كده؟ هقول لك يا علي يا ولدي على حكاية جواكتها ولازم تعرفها. محسن ابن عمك مات مرتين. مرتين يا خالد؟ محسن من 20 سنة جات له غيبوبة سكر والنبض وقف، والدكاترة كلها قالوا خلاص مات. ما هو ما فيش فرق بين غيبوبة السكر والموت. ازاي الكلام ده؟ ودفناه وروحنا وحزننا كلنا عليه. لكن بعد 15 يوم مات عيل صغير من العيلة، رحنا ندفنه. فتحنا الفزقية لقينا محسن قاعد على جنب عند الباب وميت وهو قاعد. يعني كان عايش لما دفنتوه؟ ايوه يا ولدي، بكينا عليه مرتين، مرة لما افتكرنا انه مات، ومرة لما عرفنا انه فاك في العتمة ومات وحده جنب الباب. خبط على الباب كتير ومحدش سمعه. صدقني يا ولدي، دموعنا عليه في المرة الثانية كانت أغلى وأمر من المرة الأولى. يا ابويا على المصيبة عاد، واللي شافه. بص يا علي، من يومها ولاد عمك عملوا باب صغير جوا باب الفزقية عشان لو حصل لأي ميت زي اللي حصل لمحسن يقدر يفتح ويطلع. ده حكمة يا ولدي عشان ما يتكررش اللي حصل ده تاني. يا ساتر، يا ترى اللي شافه محسن في العتمة وحده. عشان كده يا ابني بوصيك، لو مت في الليل
ما تسرعوش وتدفنوني، بيتوني للصبح، سيبوا للروح فرصة، يمكن تبقى غيبوبة مش موت. أنا عارف إن اللي في البيت بيبقوا تعبانين وعايزين يدفنوا الميت بسرعة عشان يهدوا من العياط، بس يا ولدي الموت وسط أحبابك مش زي الموت لوحدك وسط القبور. بعد الشر عليك يا خالد، وربنا ما يكتبهاش، بس كلمتك كفايه. ويا ريت الموضوع ده يصير على العيلة كلها وما ندفنش حد في الليل تاني. حاضر يا خالد، وربنا ما يجيبش حاجه وحشه. الله يرضى عليك يا علي، أنا عارف إن كلامي تقيل بس دي وصيتي ليك يا ابني. ابو علي ازيك وازاي علي ابنك؟ عامل ايه الفنان؟ الله يخليك يا صابر. اما اقول لك ايه، قول لابنك علي فرح اخوي بعد 15 يوم يجي يحيي لنا الليله. انا ما رضيتش اقول بتاع الفراشه وقلت اخلي الكلام مني ليه. ليلة ايه يا صابر؟ ليلة اللي يحييها سلامتك. ليله الحنه بتاعت اخويا، وكمان هشوف العريس لو حابب ان هو يجي الفرح كمان في القاعه، وهدي يفرح العيال الصغيره. قاعة ايه يا عم صابر؟ فرح ايه وعريس ايه؟ وليلة ايه اللي يحييها؟ ليله الحنه بتاعت اخويا، علي ابنك هيجيب الغوريلا اللي ما يلبسها ويظبط لنا الليله. غوريلا؟ غوريلا ايه لما تقول عليها دي؟ في ايه يا ابو علي؟ الغوريلا اللي ابنك علي ما يلبسها ده اهي مكسر بيها الدنيا يا اخي، الله يكرمه. مين ده؟ ده علي ابنك، ده مفيش فرح اما يروحوا غير لما ما يعمل له جو. ده اللي لابس البتاعة دي يبقى علي ابني؟ ايوه علي. خبري مالك يا ابو علي؟ روح يا عم، روح يا عم. ازيك يا ابوي؟ اخبار الفرح ايه النهارده يا علي؟ ان شاء الله تكون بسطت ليالي. أنا مش غوري